النهاردة هنتكلم عن أشهر عانس في السينما المصرية واللي اتحققت فيها نبوءة صديقها الفنان المشهور. لو عايزين تعرفوا مين هي الفنانة دي وحكايتها ايه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الراحلة زينب صدقي، واللي اتشهرت في السينما المصرية بأدوار الأم. اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي، واتولدت يوم 15 إبريل سنة 1895. بتنتمي لأصول تركية، واتجوزت مرة واحدة بس لمدة 6 شهور، وما اتجوزتش تاني بعدها طول حياتها، وفضلت إنها تعيش لفنها وجمهورها. واتبنت الفنانة زينب صدقي الطفلة كوثر حسن عباس، بنت واحد من العاملين في الأوبرا المصرية، واللي اتعرفت بعد كده باسم ميمي صدقي. حصلت الفنانة زينب صدقي على جائزة الجدارة للفنون من مصر، وبعد كده حصلت على جائزة الرواد في الاحتفال باليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم. الفنانة زينب صدقي بتربطها علاقات صداقة قوية بزمايلها الفنانين، وحياتها مليانة بالمواقف الإنسانية، واللي منها حرصها على توديع الفنانة فردوس محمد صديقتها المقربة بعد رحيلها، وأصرت على تغسيلها بنفسها. وكانت بتربطها علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سليمان نجيب، واللي استمرت أكتر من 20 سنة. يوم 15 يناير سنة 1955 راحت الفنانة زينب صدقي لصديقها سليمان نجيب وهي زعلانة جدا وحزينة، وكانت حاسة إنها هتموت قريب بسبب إنها بتشوف في أحلامها كل يوم الموت. فتشأمت من الأحلام دي وحست إن أجلها قرب وإنها فعلا هتموت. وسألها صديقها سليمان نجيب عن سبب مقابلتها ليه، فقالت له إنها عايزة تديله وصيتها اللي كتبتها. فسليمان نجيب خد الموضوع بتريقة وقال لها: معقول يا زينب انت جايالي مرعوبة عشان كده؟ ازاي؟ ده العمر واحد، ده انت شكلك انت اللي هتعمري فينا واحنا كلنا اللي هنموت. وكمل سليمان هزاره معاها عشان يخفف عنها ويخرجها من حالة الاكتئاب اللي كانت فيها، ولكنها أصرت على طلبها في إنه يستلم وصيتها، وفعلا وافق نجيب بعد إلحاح كتير منها. وفي 18 يناير بعدها ب3 أيام من لقاء زينب صدقي وصديقها سليمان نجيب، اتوفى سليمان نجيب فجأة من غير ما يحس بأي تعب أو مرض. وانهارت زينب لما سمعت الخبر، وقعدت في العناية المركزة حوالي 15 يوم. ومن المفارقات الغريبة بقى إن زينب صدقي اتحققت فيها نبوءة صديقها سليمان نجيب، وفضلت عايشة لحد سن 98 سنة، وقضت باقي عمرها في دار المسنين بعد ما اعتزلت الفن حتى وفاتها. وتوفت زينب صدقي في مايو سنة 1993، وهي الفنانة أطول عمرا في جيلها من الفنانين. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.